بسم الله الرحمن الرحيم السميع العليم. أتمنى أن تكونوا بخير وسلام دائما. إذا عدت لكم من جديد كما وعدتكم للحديث عن الأندلس، ولماذا الأندلس الآن أكثر من أي وقت آخر. لأن كما ذكرت لكم في أحد فيديوهاتي الأخيرة، يعني لا يمكن ولا بأي حال من الأحوال أن نفهم ماذا يحدث على الأرض. لماذا مثلا نحن نشهد على كل هذا القتل في الفلسطينيين؟ إذا يعني أخذنا مثال يعني ما يحدث الآن في غزة، أو حتى إذا أردنا أن نفهم ما يحصل على الأرض يعني بشكل عام من حروب أو بيئة، استنزاف للشعوب إلى آخره إلى آخره إلى آخره. أنت لا يمكنك أن تفهم هذا إذا لم تفهم ماذا حصل في الأندلس. يعني أنا فسرت لكم وذكرتكم أن هي تغريبة واحدة، يعني وحتى كلمة تغريبة عندما تقيم عليها النقطة، بعلم النقطة تصبح تعريبة، فهي الحقيقة هي التغريبة أو التعريبة الفلسطينية هي نفسها التغريبة أو التعريبة الموريسكية. أوكي. الموريسكيين حملوا مفاتيح منازلهم كذلك مثل الفلسطينيين. حصلت بحقهم مجازر وجرائم ضد الإنسانية تماما كما الفلسطينيين اليوم. الموريسكيين هم نفس يعني يتقاسمون كذلك نفس العرق مع الفلسطينيين. فهناك يعني أنت لا يمكنك فعلا أن تفهم ما يحصل مثلا الآن على أرض غزة أو حتى على أمنا الأرض إذا لم تفهم ماذا حصل في الأندلس. لأن الأندلس يعني حضارة حكمت الأرض وكانت تقوم على هيكلية معينة، وتم استبدال الهيكلية. فأنت لا يمكنك أن تفهم ما يحدث الآن على الأرض من كل يعني مآسي إلى آخره إذا لم تفهم يعني كيف حصل تغيير هذه الهيكلية. أوكي. كذلك كما قلت لكم في فيديو سابق، يعني حصل اقتتال حتى داخل قبائل أوروبا، يعني الأوروبيين، يعني ما نسميها أوروبا اليوم هي الحقيقة هي أرض الأوروبيين أي العروبيين. وتم يعني العروبيين هم قاموا على هويتهم الحقيقية في الأصل، ولكن تم سلخهم يعني عن هويتهم. كذلك يعني حصلت مجازر. عندما نقول الموريسكين هو شيء يعني هو شيء لا يجب أن نعرف الموريسكين بمفهومنا القاصر اليوم. يعني الموريسكين لا تعني مسلمين كما ترى أنت اليوم. مسلمين الأندلس لم يكونوا يشبهوا مسلمين اليوم. أوكي. مسلمين الأندلس كانوا يؤمنون بجميع الشرع والمناهج. هم يعني كلهم حصلت في حقهم مجازر، إن كانوا على شرعة ومنهج التوراة أو القرآن أو الإنجيل، كلهم تجرعوا نفس كأس المر. أوكي. فالموضوع يعني ليس مثلا كما صوروه لنا تجار الدين، يعني كفار ضد مسلمين بمفهوم الذي سوق لنا من تجار الدين. لا، الموضوع أكثر عمقا وأكثر يعني حقيقة من كل هذا. ما حصل هو أنه تم خيانة داخل الأوروبيين، وهناك من طمع في ملك الإمبراطورية يعني الشريفة، إمبراطورية الأندلس التي كانت تحكم كل الأرض. أوكي. فتم استبدال طريقة للحكم التي تقوم على مفهوم الأندلس الذي سأشرحه لكم اليوم، وبهيكلية أخرى يعني تقوم على استعباد البشر. ومن هنا سأنطلق يعني في التعريف. فهنا يعني في هذا الفيديو سأخصصه بالتحديد لتعريف مفهوم الأندلس على أساس علم أهل البيت. أوكي. قبل أن أبدأ أريد أن أقول لكم أن الأندلس هي ليست منطقة جغرافية. الأندلس هي ليست يعني شخصية معينة. الأندلس روح.
والروح لا تموت. أوكي، فالأندلس يعني لكي تعرف عمق معنى الأندلس يجب أن تغتسل من كل ما سمعته من تجار الدين وكل هذه يعني القصص يا إما المبتورة من التاريخ يا إما الممسوخة يا إما المزورة. أوكي، الأندلس إمبراطورية حكمت الأرض وهي روح قبل كل شيء وبعد كل شيء، ولهذا الأندلس لا تموت، لم تمت ولن تموت ولا يمكنها أن تموت. أوكي، الأندلس كما قلت لكم هي إمبراطورية، هي حضارة، حضارة من جذر حضارة، الحضارة المحمدية. وإذا بعلم النقطة إذا وضعنا يعني النقطة على الحاء تصبح خضرة، ونرجع إلى مفهوم فلس الطين الذي رأيناه يعني معا، وكيف أن يعني نحن كأنفس جئنا هنا لكي نظهر ننور. أوكي، بالحضرة محمدية بنور محمد. أوكي، وهذا يعني مفهوم ليس فقط روحاني، صحيح أنه مفهوم روحاني، ولكن ما حصل في الأندلس هو أنه يعني تم إنشاء ليس فقط حضارة ولكن فعلا إمبراطورية تقوم على جعل هذه الروح في المادة. أوكي، الأندلس روح، وما تمكن يعني المور ومعهم يعني الأوروبيين وإخوانهم الأوروبيين، لأن قبائل الأوروبة هي قبائل في الأصل واحدة. فما تمكن منه الأمور مع إخوانهم الأوروبيين والعرب. هنا أتحدث عن العرب يعني بالأصل حقيقية، يعني نطاق الأقرب إلى بلد مغرب الشمس، وليس يعني التعريف المزور الذي هو مثال كذلك إلى يعني تزوير الهيكلية. من الأشياء التي تم عملها لتغيير هيكلية الأندلس لاحقا هو تزوير يعني أصل أهل البيت، أصل العرب، يعني بالتعاون مع بعض يعني مجموعة من العربان. إذن أرجع إلى صلب الأندلس روح، وهذه الروح هي حكمت الأرض كلها بفضل كل الأنفس التي عملت من أجل هذه الحقيقة، لأن الروح حقيقة والله نور والروح من عند الله والله حق. أوكي، فهنالك أنفس على يعني ليس فقط يعني على دائرة المور، ولكن هي صحيح أن الأندلس قامت على يعني موطن الشرفاء المور، ولكن هذه يعني هذه الدائرة توسعت إلى كل الأرض، وفي كل الأرض يعني كانت هناك أنفس يعني محبة لله مخلصة لله عملت من أجل الأندلس. أوكي، وبالتالي هم أصبحوا كذلك من أهل البيت، لأني دائما أقول لكم هناك مفهوم خاص لأهل البيت المتعارف عليه سلالة محمد، ولكن هناك كذلك مفهوم عام لأن الله واحد لا يتجزأ. مهم جدا أن نتذكر هذا. إذن حضارة الأندلس نشأت وكبرت وركزت وعملت من أجل شيء واحد لا غير، هو تطوير النفس البشرية الإنسية لخدمتها وتزكيتها لكي تصبح نفس بشرية. فالأندلس يعني حضارة قامت على تمجيد النفس الواحدة، يعني هي
الأندلس كما قلت لكم يعني قامت على هيكلية واضحة، على أسس واضحة، على مبادئ قيم واضحة، دينا قيما ملة أبينا إبراهيم. فبالتالي كانت هناك قواعد واضحة، ومن القاعدة الأساسية التي يعني بنيت عليها حضارة الأندلس هو يعني التوحيد الخالص لله. ما معنى التوحيد الخالص لله؟ أي كلنا كمخلوقات نحن مخلوقين من نفس واحدة، أو ما تسمى النفس الكاملة، أوكي، عند المتصوفة. فهذه النفس هي كانت محور يعني عمل كل الأندلسيين. يعني حضارة الأندلس هي قامت لشيء واحد، وهو خدمة النفس الإنسانية لكي ترتقي من نفس إنسانية إلى نفس بشرية على كل بقعة من أمنا الأرض. أوكي. كذلك مهم جدا أن نعرف أن العروبة كما وصلتنا الآن يعني هي ليست العروبة التي عرفوها أجدادنا. أوكي. فيعني الأندلس قامت على قيم عروبية حقيقية، قيم عربية عروبية حقيقية، مثل المساواة، مثل كما قلت لكم التوحيد. يعني في حضارة الأندلس مستحيل أن يكون كان موجود تاجر دين زومبي يخرج ويقول في الناس أن المؤمن بشرعة منهاج مثلا التوراة أو الإنجيل ليس مسلم. لم يكن هنالك أصلا يعني أشخاص يمكنهم أن يستمعوا إليه. أنا هنا أتحدث عند ازدهار الأندلس، ويعني لب يعني أو عندما كانت الأندلس في القمة. أوكي. فنحن كنا في القمة لأننا كنا متمسكين بقيم محددة متعلقة بديننا، وكنا نعمل من أجل هذه القيم. إذن إيمان صدقه العمل. أوكي. كذلك الأندلس يعني حضارة قامت في الأساس على يعني مبدأ الصلاة. تحدثت لكم عن مبدأ الزكاة. قلت لكم أن الأندلس يعني هي يعني إمبراطورية كانت يعني هيكلتها، تصوروا هيكلة إمبراطورية قائمة على خدمة وتطوير النفس البشرية. هنا ندخل في مفهوم الزكاة من المنظور الديني. أوكي. فهم لم يكونوا يؤمنون أن الزكاة هي ملاليم تخرجها كل فترة في السنة. الزكاة عند الأندلسيين شيء مفهوم ديني جد متطور. المسلمين اليوم لا يعلمون عنه أي شيء. الصلاة عند الأندلسيين شيء يعني عماد. الصلاة عماد الدين. أنا أؤمن بهذا الحديث بالمناسبة، ولكن كيف يفهمها الأندلسيون وكيف طبقوها لا علاقة للمسلمين الآن يعني بالصلاة التي كانت في الأندلس. مفهوم الصلاة عندهم كان جد متطور. أوكي. مثلا إذا سأعطيكم عن أمثلة في الأندلس عن الصلاة. الصلاة هو الحقيقية في القرآن الكريم هو التفكر والتدبر لاستقبال العلم اللدني والعمل. هناك قضاء الصلاة وإقامة الصلاة. لا يجب أن ننسى هذا يا إخوتي. هم كانوا عندهم يعني التفصيل واضح. لم يكونوا مثل المسلمين اليوم. أوكي. يعني تايهين توهان يدورون دورا. no. فإذا أردنا أن نأخذ يعني أمثلة لما نراه اليوم في حضارة الأندلس، مستحيل أنه يكون مثلا موجود يعني أدوية للشفاء لها أعراض جانبية.
يعني هم في عقل الأندلسيين يعني هذا شيء لا يعني يعني دواء له أعراض جانبية خطيرة، هذا ليس الدواء، لأنهم كانوا يؤمنون بالله الشافي، باسم الشافي، فهم لم يكونوا يبغبغون باسم الشافي، ولكن هم كانوا يبحثون في الأرض عن سبل تطبيق اسم الله الشافي بتقنيات حقيقية تشفي 100% بدون ضرر. يعني بالنسبة لهم، بما أن الله قال أنه هو الشافي، فهم يجب أن يكونوا وجه الله على الأرض. الأطباء الأندلسيين يجب عليهم أن يكونوا وجه الله في الأرض ليظهروا للأنفس الأخرى ما معنى الله الشافي، يعني تقنيات شفاء بدون أي عوارض جانبية. مثلا كذلك مستحيل مثلا أن في الأندلس يعني أجدادنا كان ممكن أن يتصوروا، ولا حتى في أبشع يعني كوابيسهم، أن يكون هنالك على أرض يعني عربية مصر يعني كوبري ملاصق لمنزل. يعني تصوروا بلد الذي فيه الأهرامات، نحن اليوم نشهد على عدم صلاتنا، أوكي، لدرجة أننا نرى في بلد عظيم مثل مصر، أرض عظيمة، بلد يعني كل البلدان التي نشهدها الآن هي يعني حدود صنعها الاستعمار لتفرقة الشعوب العربية، هذه هو الحقيقة. ولكن كأرض، أنت عندك أرض عليها الأهرامات التي تقابل يعني مجموعة الشعراء اليمنية، تصوروا بلد عنده أسرار هندسية حيرت العالم، يعني وصل إلى يعني إلى التدني في صلاة، يعني في الصلاة، يعني في مجال الهندسة، إلى أننا رأينا أعجوبة، يعني أعجوبة الكوبري الملاصق يعني للبيوت. هذا فقط، يعني أنا فقط لكي أعطيكم أمثلة لتكون الصورة واضحة. أوكي، فهذا فقط يعني كمقدمة بسيطة جدا مبسطة. ولكن إذا يعني سندخل في موضوع هذا الفيديو، وهو تعريف كلمة الأندلس، من أين أتت الأندلس. الأندلس بكل بساطة يا إخوتي تعني متأسفة، لا أعرف إذا ترى. أوكي، الأندلس تعني أندلسية. ما معنى أندا؟ أندا هو كلمة من جذر فعل أندر، أوكي، يعني كعب أو مشى. لوسيا هو المنيرة. أندلسية تعني بالعربية كعبة المنيرة. أوكي، هل كلمة أندر بنفسها عربية؟ طبعا، ولكن قبل هذا ربما هكذا أحسن. يعني حضارة الأندلس هي حضارة قامت كما قلت لكم على أساس يعني خدمة وتطوير النفس البشرية لأخذها من الظلمات إلى نور الله سبحانه وتعالى. كذلك كما قلت لكم أندلسية هي تعني كعبة المنيرة. معلوم عند شيعة أهل البيت بأن زينب من أسمائها الكعبة. أوكي، وهذا الاسم أخذته عن الزهراء عليها الصلاة والسلام. فعندما نقول كعبة المنيرة هنا نقصد الروح، النفس الكاملة الزهراء. ومعلوم أن في لسان المور بلاد مغرب الشمس يعني الزهر والنور
يعني شيء واحد، يعني هم نحن نقول للزهر أم النور نوار، يعني نفس الشيء، مرادفين. أوكي، فكعبة المنيرة، كعبة الزهراء أو كعبة زينب. كما قلت لكم فعل كلمة أندا هو كعبة، يعني جذرها فعل أندار، وأندار هي كلمة عربية قحة تعني أنذر. أحسن من هذا بالعلم الباطن هي تعني ألفى النذر. ما معنى ألفى النذر؟ إيفاء النذر، والذين يوفون نذرهم مذكورة في القرآن الكريم. فكلمة أندار هي يعني لسان العربي المبين في علم الباطن تعني يعني الترجل، أو يعني الترجل أوكي بالنفس للوصول إلى الخالق. نحن نتحدث هنا عن المفهوم الباطني للسعي بالنفس. أوكي، نحن عندنا جسد، ولكن كثير منا لا يعلم أن هذا الجسد هو صورة لشيء آخر، إلى أنفسنا. أوكي، وكما أن في جسدك محل يعني للتكعيب أو للمشي، وهو الكعب. أوكي، أنت عندك في رجلك أوكي مكان اسمه كعب، خلقة اسمها كعب، ولكن هذا الكعب الذي هو في جسدك أنت تراه لكي يذكرك بمحل كعبة النفس. فأنت تأتي هنا لتسعى بنفسك أوكي عبر هذا الجسد الذي هو يسمى في علم الباطن مر الكعب، بيت بكة كذلك في علم الباطن مر الكعب هو نفسه المركبة. أوكي، فقلنا أندا من فعل أندار، إيفاء النذر. وحتى الألف قلنا ألف النذر، والذين يوفون يعني بنذرهم. الألف هنا كذلك يعني هي ترجعنا إلى الصراط المستقيم، كذلك إلى إبراهيم، إلى إدريس، إلى يعني كل الأنبياء الذين ذكروا باسم يبدأ بالألف هم يدخلون في مفهوم الباطني للأندلس. أندلس تعني كذلك، إذن في علم الباطن ألفا دال النسل. ألف هنا عندما نرجع يعني العين عندما نرجع الدال أوكي ونأخذ نون ونقلب لام وسين تعطينا ألف دال النسل، أبونا إبراهيم. أوكي، إذن ألفا دال النسل. عندما نقلب نسل تعطينا لسنة. أوكي، عندما نأتي بالألف هنا تعطينا لسان. المفهوم الباطني العميق للأندلس هو ألف دال النسل، ألف دال اللسان، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وإدريس رفعه الله سبحانه وتعالى مكانا عليا. فالأندلس تعني في باطن الباطن دال اللسان، أو عند المتصوفة سر دي، ويعني لا لتر دي بالفرنسي هي نفسها شكل الهرم.
أوكي، لأن يعني عندما تكتب أنت هكذا دي، سوري، أنت يمكنك أن يعني تكتبها هكذا، ولكن كذلك يمكنك أن يعني تطوع الزوايا لتصبح هرم. أوكي، فالأندلس هي حضارة الخضر محمد عليه الصلاة والسلام، آل البيت، لسان صدق علي، حضارة نسل الشرفاء. هي قامت على نسل الشرفاء، وسنرى كيف أن يعني هذا الشيء كان جلي لحد البارحة. أوكي، يعني نحن نتحدث عن أشياء لا يمكن أن يعني لا أحدثكم عن أشياء لا يمكنكم بنفسكم أن يعني ترجعوا إليها وتفهموا ما حصل، لأن الأندلس هي يعني بقت صامدة بين قوسين لحد يعني تقريبا البارحة. إذن لمن يريد أن يعني يفهم أكثر في سير دي، سأضع يعني رابط لقناة بيكارزار. أحسن ما يعني صراحة لا يوجد في الوطن العربي أحسن من صاحب هذه القناة لكي يعني يعمل لك يعني initiation، لا أعرف كيف يمكن أن أقولها بالعربي، يعني يقدم لك علوم حرمت ومفاهيم يعني تم العمل على تخويفك بها. مثلا بافوميت هو عندما سيشرح لك يعني رموز بافوميت، أنت ستقول كيف يمكنه أن يعني ينزع عني هذا الخوف. يعني كل التجار الدين يستعملون مثلا رمز بافوميت لتخويف المسلمين، ولكن بافوميت هو فقط مجموعة مثل تمثال مركب من مجموعة من الرموز، وهي رموز مهمة جدا. سأعمل لمن يريد أن يعني أن يرى هذه يعني فيديو الذي عمله صاحب قناة بيكارزار لتفصيل أكثر في سير دي، وهو أحسن من فسر صراحة. سأضعه لمن يريد. إذا هنا أكون قد وصلت إلى يعني تكملة تعريف الأندلس، أندلسية، كعبة المنيرة، أي الحضارة التي قامت على نرجع النفس وقيمة النفس وتفاصيل النفس الكاملة، أي نفس الزهراء أو زينب، يعني سموها كما شئتم. وهي كذلك تعني حضارة أو إمبراطورية نسل محمد، نسل آل البيت. أوكي، شكرا لتتبعكم، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله.